السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم من داخل مركز إبداع للاستشارات النفسية والأسرية وتعديل السلوك. بنضيف مولود جديد وبرنامج جديد لسلسلة برامجنا ولسلسلة الأدوات اللي احنا بنستخدمها مع أطفالنا عشان نكون الأهالي أو أولياء الأمور أكثر اطمئنانا على الحالات اللي موجودة عندنا، على أطفالهم وعلى التطور اللي بيحصل في المكان. النهارده إن شاء الله بنضيف البرنامج المصري للغة والتخاطب لمؤلفه الدكتور أحمد محمد عبد الغني. بصراحة البرنامج برنامج ممتاز في التسلسل بتاعه، يعني بيخلي الأخصائي أو صاحب المركز أو صاحب المكان مش بيشتغل بشكل عشوائي، لا، ده بيشتغل من خلال رؤية ومن خلال برنامج. فهنلاقي من أول الحاجات الكتاب رقم 1 اللي هو كتاب الشرح، اللي بيتم فيه شرح العينة اللي تم تطبيق عليها البرنامج، والبرنامج موجه لإيه، وكل مرحلة أو كل كتاب أو كل كتيب من الكتيبات بعد كده موجود أنت كأخصائي أو كأخصائية هتنفذه إزاي مع الطفل. فالكتاب ده مهم جدا، ده شرح المؤلف أو صاحب البرنامج، وهو أكتر واحد عارف هو عامل البرنامج إيه. فهنلاقي الكتاب رقم 1 هو كتاب الشرح اللي بيقول لنا إن البرنامج موجه للأطفال اللي في سن رياض الأطفال، والأطفال اللي عندهم اضطراب طفل الزتوية اللي هو التوحد، لأن بيبقى عندهم مشاكل كتير في اللغة والتواصل. بيقول لي إن هو الأطفال ضعاف السمع، لأن ضعف السمع بيأثر على التطور، ومن ضمن التطور اللغوي اللي هيتم تعويضه بالبرنامج. بيقول لي برضه إن هو بنشتغل بيه مع أطفال صعوبات التعلم، بنشتغل بيه مع أطفال بطيء التعلم، بنشتغل بيه مع الأطفال اللي عندهم تأخر لغوي. من ضمن البرنامج أول حاجة بنلاقيها عندنا الأصوات، والأصوات عبارة عن كروت. من ضمن الكروت بنشوف أصوات لحاجات كتير زي الديك وزي البطة وزي الوزة وحاجات كتير، عبارة عن 39 كارت فيهم أصوات بنعلمها للطفل في المرحلة الأولى. بعد كده بنلاقي برضو إن إحنا عندنا مجموعة كروت بيقول لي إن هو عبارة عن كلمة من مقطع واحد، بعد كده كلمة من مقطعين، أقسم الكلمة لمقطعين صوتيين. عندي برضو كلمة من 3 و4 مقاطع عشان الكلمات الكبيرة اللي احنا محتاجين نقسمها ل3 و4 مقاطع عشان الطفل يعرف ينطقها ويعرف يهضمها. بعد كده في الكتاب رقم 2 اللي هو بعد كتاب الشرح أجندة. بيقول لي إن الأجندة ده هي والله كلمة واحدة، أنا بوريه كلمة واحدة، ماشي، بوريها للطفل زي المجموعات الضمنية، بس هي كلمة واحدة مش كلمتين. هنا ببدأ بقى مع الطفل بوري له برضه صورة بس كلمتين. يعني مثلا لو هنا بنوري له خس فبنقول له آكل خس، أشتري خس، أحب الخس، خس حلو، امسك خس، أغسل الخس، أقطع الخس. فبنطور الجملة من كلمة واحدة لكلمتين. بعد كده هنا أجندة كلمة أو جملة من 3 كلمات، ببدأ أطور وأزود الحصيلة اللغوية. الكروت والأجندات إحنا هنا بننمي اللغة الاستقبالية عند الطفل، عمال بزود عنده الحصيلة اللغوية وحصيلة المفردات والأصوات والمجموعات الضمنية، هو عرف كل الحاجة اللي حواليه. أبدأ أخش في الكتاب رقم 5 على الوصف. الطفل نبدأ نزود عنده الحصيلة اللغوية، نبدأ يبقى عنده نزود الذاكرة أو الانتباه البصري والانتباه السمعي. أبدأ أخليه يحكي موقف، أخليه يوصف موقف. شايفين هنا انت شايف ايه؟ يقول انا شايف ولد بيلعب بالكوره، ولد بيشوط الكوره، ولد لابس شورت، ولد بيشوط الكوره وبيلعب بالكوره. هنا برضه بنوته
مجموعة، يبقى أنا دربت الطفل على المفرد وعلى الجمع، وبدأ يوصف لي موقف ويوصف لي المشهد اللي هو شايفه. بعد كده بزود عنده الحصيلة اللغوية أكتر بإن أنا بشتغل معاه على قصص مصورة عبارة عن حكاية، قصة بسيطة شوية. ببدأ أقول له إن الصياد أو الشجرة بدأت منين، أو إن هنا الراجل بدأ غسل وشه وبدأ صحي من النوم وعمل داخل الحمام، هو كان الأول نايم، قام خد الشبكة بتاعته بدأ يروح يصطاد، بقصة بسيطة فيها تسلسل. بعد كده الكتاب رقم 7 المواد الخام. المواد الخام من الطبيعة، أنا قاعد على كرسي، أو أنا لابس قميص، أو أنا لابس بنطلون، أو أنا لابس كوتش، الحاجات دي كانت في الطبيعة عاملة إزاي؟ فنبدأ هنا نوري له الخشب كان شجرة، بعد كده اتقطع، بعد كده راح عملنا منه كرسي. هو أصلا التسلسل بتاعه في كل صورة وفي كل مرحلة لغاية ما نوصل للمكتب ونوصل للترابيزة ونوصل للباب ونوصل لكل حاجة في حياتنا من المادة الخام اللي احنا بنستخدمها أو بنشوفها في الطبيعة. الوظائف والأماكن، الدكتور والمهندس، الفلاح، السباك، الكهربائي. طب الوظيفة دي موجودة في أماكن إيه؟ الطبيب موجود في المستشفى، والمدرس موجود في المدرسة، ونبدأ نعلمه الحاجة. المعكوسات، كتاب رقم 9. المعكوسات كبير وصغير، تخين ورفيع، فوق وتحت، أمام وخلف، كل الحاجات قديم وجديد، كل المعكوسات لازم الطفل يفهمها في المرحلة دي. بعد كده الألوان، الأسمر والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر والأصفر، لازم يعرف معايا الألوان زي ما هو موجود في الكتاب رقم 10. في الكتاب رقم 11 الأشكال الهندسية، الدايرة والمربع والمستطيل والمثلث والخط المستقيم والخط المنحني والنقطة والخط الزجزاجي، وكل حاجة ممكن أعرفها للطفل بتكون موجودة معايا في الأشكال الهندسية في الكتاب رقم 11. معايا العلاقات في الكتاب رقم 12، وهنا في العلاقات أنا مثلا بشرح له وليكن أول حاجة في الموز. الموز من إيه؟ الموز من الفاكهة، يبقى أنا ربطت له إن الموز ده من الفاكهة. طب الموز لونه إيه؟ لونه أصفر، ربطت له بالألوان. طب الموز بيتزرع فين؟ أو مين اللي بيزرعه؟ الفلاح هو اللي بيزرع الموز، يبقى ربطته بالوظيفة بتاعت الفلاح. بنشتري الموز منين؟ بنشتري الموز من السوق، من عند الفكهاني اللي هو برضه وظيفة. طب احنا بنعمل ايه بالموز؟ احنا بناكله وبنشربه عصير، يبقى هنا بربط الحاجة بأكثر من علاقة. عندي السخافات أو الحاجة الغلط أو اللي مش معقولة، وهنشوف هنا في أول صورة إن هو جايب لي راجل بيستحمى تحت الدش، وجايب لي حمار بيستحمى تحت الدش. طبعا الحمار اللي بيستحمى بالدش هو الصورة الغلط أو مش معقولة أو من السخافات، لكن الراجل اللي بيستحمى تحت الدش فده طبيعي. بكده يكون البرنامج انتهى، وده الجزء اللي بننمي فيه المهارات أو اللغة التعبيرية. فاحنا في الأول من خلال الأجندات ومن خلال الكروت أو المجموعات الضمنية كنا بننمي اللغة الاستقبالية، وهنا في مجموعة الاسكتشات أو في مجموعة الكتيبات دي بننمي اللغة التعبيرية مع الأنواع اللي احنا ذكرناها في بداية الفيديو. في مركز إبداع اطمن إن احنا هنجيب كل اختبار جديد وكل برنامج علاجي جديد وكل أدوات تنزل السوق وكل ما هو جديد عشان نخدم أكبر شريحة من أولادنا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أولادكم وأن يبارك في المكان وفي القائمين على المكان وفي كل حاجة بنقدمها لأولادنا ولأطفالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.